حدث في مباراة واحدة، لكنها ليست الأولى ولا الوحيدة. وبرشلونة في قلب الدوامة دائما. برشلونة فريق المشاكل التحكيمية، عنوان اختارته ماركا لتلخص المشهد بل المشاهد المتكررة. كرة تتجاوز خط المرمى بمتر ولا تحتسب هدفا، وفي ملعب سيراميكا برونو يرتمي لكرة ميسي بيده دون أن يراه صاحب الصافرة. عملية تمويه من بنيات احتجم أذرع بوسكيتس فنال الورقة الصفراء. ضربة جزاء محمد أمام الحكم، يعني واضحة ضربة الجزاء أمام الحكم. الحكم لازم ينظر الجهة هذه، لأن تمريرة لازم الحكم عينه على الجهة هذيك. تشوفوا واضحة ضربة الجزاء، واضحة وعدت 2 متر. شو مش محتاجة كمان. اشتباك كان فيه وبتدي انذار بعد ما حاول الاعتداء على اللاعب ادونيس. عدى نيمار ركله جزاء، ولكن بوربالان في اللقطه دي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، وركله جزاء وانذار كمان للاعب سولز. صعب قوي الكره دي، صعب قوي الكره دي يا بوربالان. شوف امامنا هنا نيمار، شوف في اللعب ركله جزاء كانت تفرق كتير. انذار لمين؟ انذار لانيستا. بص الكره، بص الاعاده، بص رجله، بص رجل الشمال بتاعه اللاعب انشيتا عامله ايه. ادي نيمار حاول في اللقطه الماضيه يوقف امامنا نيمار. ادي التدخل اهو، يعني واضح طبعا ركله الجزاء، وما وصلش للكوره وما لعبش الكوره. ركله جزاء غير محتمل. نيمار دخل نيمار، ارضيه ركنيه، يقول حكم المباراة لليوم. كنت سأقول وأنا متأكد بأن الكثير يعتقد بأن البارسا لن يسجل حتى ولو لعب 3 أيام أمام فياريال. هاي اللعبة لمسة يد واضحة وضوح الشمس ومتعمدة. حتى شوف نعم، واضحة ومتعمدة لمسة اليد وضربة جزاء يحرم منها فريق. رجع للخلف ناحية انيستا يحاول يمر من الأول. انيستا والثاني انيستا لم يمر لا من الأول ولا من الثاني. تصل مرة ثانية سواريز. مسار الحراك والحكم يقول خطأ لدفاع فريق فياريال. يشتكي دينيس سواريز ويشتكي لاعبو البارسا من الحكم، وبطاقة صفراء يخرجها الحكم لوين. بطاقتان صفراوان، واحدة لسيرجيو روبرتو من جانب البارسا والثانية لمن؟ من جانب فريق فياريال. هاي اللعبة، هاي الإعادة